لو انت مهتم بالتجارة الإلكترونية والمشاريع الأونلاين فأنا النهاردة جايلك بفكرة مشروع مختلفة تماما تقدر تبدأ بيها من البيت وتبيع في أي بلد انت عايزها. الدروب سيرفيس. طيب ايه هو الدروب سيرفيس؟ باختصار انك بتبيع خدمة جاهزة، بس انت اللي بتتحكم في السعر وفي البراند بتاعك. طيب ايه اللي بيميز الدروب سيرفيس عن الدروب شيبينج؟ باختصار الدروب شيبينج انت بتاخد منتج من مورد وبتعرضه على النت وبتبيعه، فانت مش بتقدر تتحكم ولا في جودة المنتج ولا في المرتجعات ولا في مصاريف الشحن. طيب انا هقولك على اكتر منتج النهاردة تقدر تبيعه وتعمل منه فلوس من غير ما يكون فيه مرتجعات او مصاريف شحن او التعقيدات دي كلها بتاعت الدروب شيبينج، وهطبق معاك عملي خطوة بخطوة من أول ما نجيب المنتج لحد ما نعرضه للبيع على المنصة. قبل أي حاجة وقبل ما ندخل في الموضوع خليك عارف حاجة، أنا مش هدفي إن أستغلك أو أضحك عليك في حاجة، أنا جاي بتصدق بمعلومة وبفكرة شغالة بيها هنا في مصر وبتعمل منها فلوس. فأنا هشرح لك فكرة المشروع وهقولك إزاي تخرج بالمشروع دوت برا مصر، ومش بس تبيع في مصر، لأ أنت هتبيع برا مصر. وعلى فكرة أنا دورت على اليوتيوب ملقتش حد عامل نفس الفكرة دي بالظبط، فدي هتبقى فرصة إن أنت تبدأ وتحقق منها مكاسب. أنا هبيع 4 خدمات، إيه هما؟ اشتراك كانفا برو، اشتراك تشات جي بي تي مش النسخة المجانية طبعا، أنا بتكلم على النسخة المدفوعة، اشتراك كاب كات برو وجيميناي. أنا مش هشرح إيه فايدة كل أداة في ال4 دول لأن معظمنا أكيد عارفين هما بيعملوا إيه وإيه فايدتهم، لكن أقولك حرفيا مفيش حد بيشتغل النهاردة إلا هو بيستخدم على الأقل أداة أو 2 من دول. أنا عن نفسي بستخدم 3 فيهم من النسخة المدفوعة مش المجانية. طيب الأدوات دي بتسهل عليك شغلك وبتخليك تطلعه بشكل احترافي وبتوفر عليك مجهود هتعمله. لحد هنا وتمام؟ تمام يا معلم. هدلك بقى أنا النهاردة على مكان واحد تلاقي فيه كل الخدمات دي بأسعار كويسة، وانت هتحط السعر بتاعك وهتبيع. طيب نروح بقى نفتح المنصة اللي عليها الخدمات اللي احنا بنتكلم عنها. ادي المنصة يا شباب، وقبل ما نبدأ ان احنا نتفحص المنصة ونشوف هي متخصصة او بتبيع ايه، انا معرفهاش ومليش علاقة بيها ولا بتاعتي ولا حتى اعرف صاحبها، هي مجرد منصة انا لقيتها على جروب الفيسبوك بتبيع خدمات زيها زي مئات المنصات الأخرى، ولكن أنا عملت مقارنة سريعة وحسيت أو اكتشفت إن دي الأسعار بتاعتها مقارنة بالأسعار التانية أقل شوية. فأنت دلوقتي هتاخد مني الفكرة وحبيت تطبقها على خدمة تاني أنت حر، ولكن أنا من وجهة نظري إن دول أفضل 4 خدمات المنصة بتقدمهم، لأن أنا ما بحبش معظم الخدمات التانية اللي هي المتابعين والمشاهدات والكلام ده، بس خلينا نكتشفها. نيجي عند فيسبوك هتلاقي المنصة بتبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات والكلام ده كله، والسعر مكتوب. يعني مثلا هنا متابعين صفحة فيسبوك ضمان 60 يوم، السرعة مش عارف ايه، بيقولك ب23 سنت. 23 سنت دي لكل 1000 متابع. لما بتيجي تدوس عليها بيقولك الوصف بتاع الخدمة ايه، البدء من 0 ل30 دقيقة يعني في نص ساعة، الضمان 60 يوم، السرعة 50 ألف في اليوم، اللي هو لو انت عايز تزود 50 ألف متابع في اليوم. تمام. وبتبيع نفس الكلام تيك توك، خدمات تيك توك، لايكات، متابعين، وهكذا. نفس الكلام على التليجرام، احنا يعني بنكتشف كده خدماتها مع بعض هو واحدة واحدة، انا والله مش محضر ومش مرتب اي حاجة. اعضاء تليجرام عرب، اعضاء تليجرام بضمان، اعضاء تليجرام بريميوم. طبعا انت بتشوف ايه الخدمات او ايه الحاجة اللي انت عايز تشتغل فيها وبتختارها. اعضاء تليجرام جروب لكل 1000 بكام؟ مكملتش حتى 10 سنت. فهنا برضو هو بيشرح لك وصف الخدمة. خلينا نخش على أخرى. هنا بقى الخدمات اللي أنا يعني بفضلها بصراحة على المنصات اللي زي كده. بص دي برضو خدمات حلوة جدا،
نشر أخبار على جوجل، دي من الخدمات المطلوبة اللي تقدر تشتغل عليها. طيب، نشر خبر على جريدة مصر نيوز، بكام الخبر؟ ب80 سنت، يعني مثلا 40 جنيه. نشر خبر على جريدة خليج نيوز، دي بقى للناس اللي عايزين يوثقوا الصفحات بتاعة الفيسبوك بتاعتهم أو الانستجرام والكلام ده، لأن هما بيحتاجوا 7 أخبار عنهم تنزل في جوجل. تمام، ندخل هنا، دي بقى الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها: اشتراك تشات جي بي تي بريميوم، اشتراك كاب كات، اشتراك كانفا برو، اشتراك جيميناي. نشوف اشتراك كاب كات. والله هو هنا بيقولك الخدمة اشتراك كاب كات برو لمدة شهر ب$2، يعني ب100 جنيه. ازاي الخدمة دي؟ البدء من 0 ل6 ساعات. طبعا انت لما تيجي تبيع الخدمة دي وتحطها على المنصة اللي هتشتغل عليها، وهنشرح ده، لازم برضو توضح الوصف ده، ان انت تقول للعميل ضع رقم هاتفك في الخانة، او بتقول للعميل بمعنى اصح حط رقم الهاتف اللي انت هتستلم عليه الحساب. ضع رقم هاتفك في الخانة الفارغة وسيتم التواصل معك لتسليمك الحساب، هنعطيك حساب جاهز. طيب، انا بعمل ايه؟ باجي هنا في الرابط وهكتب الرقم بتاع العميل. بعد طبعا انا بنشر الخدمة دي على المنصة بتاعتي، بعت، جالي اوردر، برجع هنا بشتري الخدمة للعميل وباجي اكتب رقمه هنا. طبعا انا بكون شاحن على المنصة. تمام، وباجي هنا وبدوس ارسال. من 0 ل6 ساعات العميل بيكون الخدمة اتفعلت عنده، ودي حاجة مؤكدة ما فيهاش اي نصب. تمام، نفس الكلام اشتراك تشات جي بي تي بريميوم، نفس الكلام على اشتراك تشات جي بي تي. اشتراك شات جي بي تي بريميوم لمدة شهر ب$1.50، يعني بكام؟ 75 جنيه. الاشتراك يكون في الحساب مشترك مع مستخدمين آخرين، وتقدر تقرأ الوصف بتاع الخدمة، وفي أكتر من اشتراك لتشات جي بي تي الوصف بتاعهم مختلف، فأنت تقدر تبقى تقرأ كل حاجة فيهم بالتفصيل. وادي اشتراك جيميناي. وفي بقى بعض الخدمات الأخرى زي متابعين سبوتيفاي، طبعا أنا ما عنديش فكرة عن الكلام ده. مشاهدات، بث مباشر، شحن دولارات، ما علينا. كده احنا اتكلمنا فيما يخص المنصة اللي انت هتروح هتشتري منها الخدمة اللي انت بتنفذها للعميل. طبعا انا هسيبلك اللينك بتاعها تحت في الوصف، خش واعمل اكاونت واشحن رصيد وما تقلقش. بص يا شباب، دي برضو منصة تاني، يعني للتأكيد بس عشان أثبت لكم إن أنا ماليش علاقة بالمنصة أو الكلام ده. أنا اشتغلت على المنصة دي قبل كده، وده المبلغ اللي أنا صرفته عليها، 769 جنيه في بعض الخدمات اللي أنا عملتها، وفيها برضو نفس الخدمات. بس أنا عملت مقارنة برضو زي ما قلتلكوا بين المنصة دي والمنصة التانية وأكتر من منصة تاني، وأنا شايف إن دي كويسة إلى حد ما في الأسعار، وفيها أكتر من خدمة نقدر نشتغل عليها. نيجي بقى للمنصة اللي انت هتعرض عليها المنتجات بتاعتك وهتبيع عليها وهتستلم فلوسك منها، هي دي. أولا المنصة دي فيها أكتر من ميزة. أول حاجة إن انت بتسجل عليها حساب بشكل مجاني، مش بتحتاج تدفع اشتراك شهري زي بعض المنصات الأخرى. تاني حاجة إن في أكتر من وسيلة دفع العميل يقدر يدفع بيها، عايز يدفع بفيزا، يدفع بأورنج، يدفع بفوري، بفودافون كاش، مفيش أي مشكلة. فإذا أنت مش محتاج بقى إن أنت تروح تعمل حساب على بوابة دفع زي باي موب، أو لو أنت بتبيع برا مصر محتاج مثلا فيزا بيبال وتخش في قصص والحساب ممكن يتجمد والكلام ده. لأ، أنت بتريح دماغك وبتيجي تسجل على منصة زي دي، وهم بيحولوا لك الأرباح بتاعتك اللي بتستلمها من العملاء بشكل أسبوعي، ولكن بيخصم منك 8%. يعني أنت لو هتبيع منتج ب200 جنيه، ودي أقل حاجة بتتباع هنا على المنصة، هم بيسمحوا بيها، أقل منتج أنت تبيعه ب200 جنيه هو هيخصم منك 16 جنيه. تعال نخش نشوف المنصة عاملة إزاي.
والله انت لما بتسجل عليها دي بتبقى الداشبورد بتاعتك. بيقولك فيها إجمالي الزيارات كام، إجمالي العملاء طبعا لو حد دخل عمل أوردر والكلام ده كله. نشوف إعدادات المتجر. هنا طبعا البيانات الأساسية، بتكتب اسم صفحتك ومجالك والكلام ده كله. وفي ميزة كمان إن أنت بتقدر تضيف رقم الواتساب بتاعك عشان لو حد فتح الويب سايت وعايز يتواصل معاك على الواتساب قبل ما يشتري. طبعا ده الشكل بتاعها، أنا كنت عامله قبل كده وهوريكوا برضو عملته ازاي. كمان تقدر تغير الألوان من هنا. هنشوف كل الكلام ده مع بعض. ودي منصات التواصل، رابط الفيسبوك ورابط انستجرام، تقدر تضيف الروابط بتاعتك بتاعت البلاتفورمز التانية هنا عشان لو العميل حب يخش يشوف انت مين. طيب بتقدر تبيع ايه على المنصة دي؟ والله ممكن تبيع دورات مسجلة، كورسات، دورات ممكن تبيع دورات لايف، ممكن تبيع جلسات فردية ودي لو حد عايز يدخل معاك في استشارة. ممكن تبيع باقات جلسات فردية نفس الكلام. وممكن تبيع منتجات رقمية ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنا في الطلبات بيجيلك الطلبات بتاعة العملاء، تمام، أو غير مدفوع، وهنا انتظار الدفع. دي طلبات وهمية كده أنا كنت عاملها، كنت بكتشف المنصة. وهنا التقييمات بتاعتك، ولو عايز طبعا تضيف تقييم ممكن تضيف تقييم لنفسك. هنا يا شباب انت بتسجل بياناتك ولازم هم يتأكدوا منها عشان تقدر تستلم الفلوس بتاعتك بعد كده. تمشي معاه خطوة بخطوة وفي الآخر بتدوس حفظ. طيب خلينا نشوف احنا ازاي بنضيف منتج عليها عشان العميل يدخل يشتري. احنا طبعا اتكلمنا على 4 منتجات، هنبتدي نرفع منتج فيهم هنا لحد ما المنصة تبقى جاهزة على البيع. طيب نيجي بقى نرفع مثلا أول منتج، هنشوف هنضيفه ازاي. أضيف جديد. هنا بيقولك اكتب اسم المنتج، على سبيل المثال اشتراك جيميناي. هنبيع مثلا منتج جيميناي، اشتراك جيميناي لمدة شهر. اشتراك جيميناي لمدة شهر. حلو. ودي الصورة، المفروض ان احنا نعمل صورة نحطها هنا. دي الابعاد بتاعتها 1600 في 900، هنروح نعملها دلوقتي. وهنا بيقولك اكتب وصف المنتج اللي انت بتبيعه. المنتج بتاعنا مش محتاج وصف، هو اشتراك، لكن خلينا نرجع هنا ناخد الوصف ده كده كوبي ونروح هناك نعمل بيست. دلوقتي بقى نروح لتصميم الصورة بتاعة المنتج. احنا على كانفا، هتفتح كانفا. طبعا انا اخترت المقاس اللي هو 1600 في 900. لو عايز تغير المقاس بتدوس على ريسايز من هنا وتعمل كاستم سايز وتكتب المقاس اللي انت عايزه، لكن احنا مختارين 1600 في 900. مش عايزك تحير نفسك قوي في التصميم بتاع الصورة وركز على الحاجات الأهم. تمام. ممكن مثلا نختار الشكل ده. حلو. اوكي. يعني على سبيل المثال يعني أي حاجة. وفي معايا صورة كنت أنا عاملها على شات جي بي تي، نروح نجيبها اهي. نحط الصورة جوه.
التصميم بقى بتاعك انت ابدع فيه زي ما انت عايز. نرجع على المنصة، ده التصميم اللي احنا عملناه. وبعد ما نخلص ما ننساش ان احنا ندوس حفظ. نخش بقى على خطوة مهمة وهي السعر. طبعا انا مش عايزك اللي انت تكون بتحط سعر عشوائي، يعني انت قبل ما تكتب السعر انت لازم تبحث عن المنتج ده في السعودية بيتباع بكام. لو انت هدفك ان انت تبيع في السعودية، هدفك ان انت تبيع في الامارات، لازما برضو تبحث المنتج ده بيتباع بكام في الامارات. فنعرف ازاي؟ فيسبوك بيدينا أداة حلوة إن إحنا نتجسس على المنافسين بتوعنا، اسمها فيسبوك آدز لايبراري. ممكن ندخل هنا ونكتب البلد السعودية، ندوس على آد كاتيجوري، هندوس أول آدز، نكتب مثلا أنا كنت ببحث عنهم قبل كده كانفا، ونشوف إيه اللي هيظهر لنا. دي الإعلانات كانفا. بصوا يا شباب، دي صفحة في السعودية متخصصة برضو بتبيع خدمات زي اللي احنا بنبيعها. عنده اشتراك جيميناي لمدة 12 شهر. تعال نشوف كده الصفحة دي. ادي الصفحة اللي بتبيع اشتراكات، ده الموقع بتاعها. اشتراك شات جي بي تي بيبيعه ب27 ريال سعودي. طب احنا كان عندنا على المنصة بكام الاشتراك ده؟ اشتراك شات جي بي تي المتوسط عامل كام؟ عامل $3.20، وده الوصف بتاعه. طيب لو كتبنا 23 ب12 ريال سعودي، ادي المنتج بتاع شات جي بي تي، هو بيبيعه لمدة شهر ب27. المهم اللي انت الفكرة وصلت لك ازاي اتجسس على المنافسين عشان اعرف انا هبيع بسعر شكله ايه. وصلت؟ طب احنا عايزين نشوف جيميناي، هل ده بيبيع جيميناي؟ بيبيع اشتراك جيميناي ب154 ريال سعودي. حلو. وفي حاجة، هو بيبيع 1000 كريدت شهريا، يعني في السنة 12000 كريدت. احنا كنا عارضين على المنصة 25,000 بكام؟ ب115 ريال سعودي. إذا أنا أقدر دلوقتي أرفع السعر من 112 لحد 150 عادي، 150 ريال سعودي. ليه؟ أنا المنافس بتاعي أهو ب154 و1000 كريدت كل شهر، يعني في السنة ب12,000. طب أنا دلوقتي ببيع 25,000 كريدت، يعني سنتين. حلو. طب ما أنا أبيعه بقى ب150 وهكون أقل منه. وعنده كمان كانفا، هو بيبيعه ب16 ريال سعودي، يعني عامل 200 وشوية. طبعا احنا عندنا هنا اشتراك كانفا ال3 سنين بنبيعه ب55 جنيه. يعني أنا أقدر أبيع الخدمة دي في السعودية ال3 سنين مش السنة بأقل من السعر اللي هو كاتبه ده. هو بيبيع السنة ب16 ريال، احنا عندنا هنا في مصر بنبيع السنة ب30 جنيه وب35 جنيه. وده تقريبا موقع متخصص في بيع المنتجات الرقمية، وعلى فكرة بيبيع في أكتر من دولة، وأنا كمان أقدر أعمل كده. يعني هو بيبيع في مصر وبيبيع في الجزائر وبيبيع في البحرين والعراق والكويت. هو مش محتاج بقى ان هو يتعامل مع المورد، والمورد ده يكون موجود في البلد ديت عشان يقدر يوصل الاوردر بتاعه. فاذا هي دي ميزة الدروب سيرفيس، ان انت تقدر تبيع اي منتج في اي بلد وانت قاعد في مكانك، لانك مش محتاج تتعامل مع مورد. وبيبيع في الامارات وفي تونس وفي قطر وهكذا. فدي اكيد شركة وفي ناس شغالة عليها. فانت تقدر تاخد برضو افكار المنتجات من هنا وتروح على منصات زي المنصات دي وتعمل نفس الكلام وبيع يا معلم وانت قاعد في مكانك. وكل اللي هتحتاجه
المنصة بتاعت نظم لي في الأول، أما الموضوع بقى يتطور معاك يبقى أعمل ويب سايت على الوورد بريس، وبقى أعمل حساب على وسائل دفع، واعمل بقى ظبط كل الكلام ده كله زي الشركة دي. طبعا لو انت هتشتغل في السعودية، فأفضل حل ليك اللي انت تسوق على تيك توك المنتجات دي، وتسوق على انستجرام وعلى الفيسبوك. لكن ركز على تيك توك وعلى الانستجرام، لأن السعوديين بيستخدموا تيك توك وانستجرام أكتر من فيسبوك. فتحتاج ان انت تتعلم تسويق، ولو انت مش مستعد تتعلم، انا طبعا لازم تتعلم عشان تعرف تبيع، لازم تتعلم تسويق. طيب انت دلوقتي هتبيع ازاي؟ يا اما ان انت تنشر محتوى على تيك توك ويبقى انت بتبيع بالمحتوى وتحط لينك المنصة بتاعتك في البايو يا اما ان انت هتشتغل اعلانات ممولة. وعشان تشتغل اعلانات ممولة فيبقى برضو قدامك سكتين، يا اما تخش تتعلم ازاي تعمل اعلانات ممولة، يا اما تجيب حد ميديا باير يعمل لك اعلاناتك. طيب بالنسبة للمحتوى الأورجانيك اللي هو ما بتدفعلوش فلوس، أهي دي صفحة من الصفحات اللي بتسوق خدمات زي اللي احنا اتكلمنا عنها، كانفا وكاب كات وغيره، وهو معتمد بشكل كبير جدا على الأورجانيك ماركتينج، يعني هو مش بيدفع فلوس إعلانات. تمام؟ أنا ليه بوريكوا الصفحة دي دلوقتي؟ أنا بوريك إن الخدمة شغالة في السعودية، وبالعكس ده فيديوهاته جايبة ريتش كويس جدا. الراجل كل اللي عليه إن هو أهو هذه 3 استخدامات عملية للميزة، بيعمل فيديو يوصف فيه الخدمة، وفي الآخر بيقول لهم لو حد عايز يستفيد بالميزة بتاعت شات جي بي تي أو بميزة كانفا هو عامل اشتراك. انت بكل بساطة تقدر تدخل على التيك توك تكتب اسم الصفحة وتشوف نوع الأفكار الفيديوهات اللي هو بيعملها وتعمل زيها. وهنا ده اللينك اللي هو حطه في البايو عشان لو حد حابب يدخل يشترك. اشتراك كانفا برو مدى الحياة. تعال نشوف بيبيع بكام. بيبيعوا ب9.5 ريال، اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو عندنا على المنصة ب55 جنيه. فبرضو انا شايف ان في فرق سعر، وفي يعني نقدر نعمل ربح كويس من منتج زي ده. كده نكون خلصنا الحلقة يا شباب. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم وانتوا خدوها وطوروا فيها، واتمنى تكونوا فهمتوني.